لاعب لما نزل سعد عبد الامير ونزل اللاعب اللاعب اسعد، وجاب حسين لما دخل سعد مكان مهدي كامل. ايه، وجاب اللاعب خلف المهاجمين. طيب نشأت متفائل متشائم؟ والله ما تمنيت انه توصل ضربات الجزاء، لانه ليش؟ ما احب ضربات الجزاء. من اللاعبين اللي ما كنت اشوت يعرف فهد. وانا وياه نفس يعرف زين، انا وياه يعني كنا نوصل للاخر لما كان يلعب ويانا، كنا نلعب مع بعض، يعني كنا نوصل انا وياه لين اخر ناس يشوتون، لان عرفنا احنا ما احب يعني ممكن اشوت من نص الملعب، لكن ضربة الجزاء ما احب اوصل لهالمرحله. ضغط كبير والله يساعد اللاعبين. انا اعتقد حتى التغييرات اللي اجراها المدرب لو بادي بنفس الطريقه، وممكن نستفاد من مهدي كامل وعلي حصني في الشوط الثاني، كان تغير شكل الفريق، خصوصا انه تمتلك سلاح جيد، انه دائما انت ما يكون تغيير في الشوط الثاني. لكن نقول الحمد لله والشكر، اللاعبين ما قصروا. مبروك المجهود العالي في مباراه اليوم، والامارات كذلك. نعود مشاهدينا الكرام لمتابعه تفاصيل ركلات الترجيح التي ستحسم بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، إما فرحة إماراتية وهذا ما نتمناه، أو فرحة عراقية وهذا ما نخشاه، إلى أرضية الملعب. وعلي سعيد الكابلي وعامر عبد الله. نعم وصلت الأمور إلى ركلات الترجيح. هي من ستحسم الطرف الثاني، الطرف الذي سيقابل عمان الآن تنتظر. والركلة الأولى عراقية، خالد عيسى في مرمى منتخب الإمارات. لاعب المنتخب العراقي سيكون اللاعب الأول الذي، وفي ركلات الترجيح عادة يقولون يعني اترك اللاعب المميز لذلك أفضل بأن أبدأ باللاعب الأفضل في التنفيذ في البداية. وخالد عيسى سيتصدى، وسيكون التصدي الناجح إن شاء الله تعالى. الضربة الركلة الترجيحية الأولى لاعب المنتخب العراقي، هذا علاء عبد الزهرة، وخالد عيسى موجود. طبعا هذا شغل حراس المرمى، يجي لك امام اللاعب، يوقف امامه، يحاول انه يأثر، يحتال بها، وهذا ما يفعله الآن خالد عيسى. عراقية أولى، علاء عبد الزهرة يتقدم، وخالد عيسى في مرمى منتخب الإمارات يتقدم. صدها خالد عيسى. يا هي بداية، تسلم يمينك وتسلم شمالك وتسلم ايدك يا خالد عيسى. تصدي ممتاز، بطولة ممتازة يا خالد عيسى، تكمل ان شاء الله تعالى، تكمل يا بطل. اي والله بطل كبير في هذه البطولة. الان شوف هذا الكلام اللي قلته، اللاعب الافضل عندك في ركلات الترجيح يفضل انك تبدا فيه لانك مو ضامن. احد يقول لك والله خل علي مبخوت للخامسه. طيب يا اخي انت مو ضامن، لا سمح الله تصل، لكن علي مبخوت كل التوفيق. هدف الامارات الوحيد في هذه البطوله كان عن طريق علي مبخوت، وكان في مباراه عمان، وكان الهدف الوحيد لمنتخبنا من ركله جزاء. الامر الان طبعا مختلف، لان المباراه في الوقتين الاصلي والاضافي انتهت سلبيه، لكن ركلات الترجيح من يتقدم علي مبخوت، يسدد، جول. واحد منتخب الامارات الوطني. برافو علي مبخوت، حطها حلوه يا حالاته، ايش حالاته. هدف لمنتخب الامارات الوطني.
صارت الامور بعد ركله ترجيحيه اولى منتخب الامارات 1 والمنتخب العراقي لا شيء. والعراق عن طريق مين؟ علي فايز. هذا علي فايز، هذا علي فايز. لكن ان شاء الله تعالى لا، هذا مين؟ هذا سعد عبد الامير، هذا سعد عبد الامير، سعد عبد الامير وخالد عيسى الامين موجود. خالد عيسى الامين موجود. تصدى لعلاء عبد الزهره. والان لعبه عراقيه ثانيه، ركله ترجيحيه ثانيه لمنتخب العراق عن طريق سعد الامير، ايضا من اصحاب الخبره في المنتخب العراقي. لكن خالد عيسى في مرمى منتخب الامارات. اختيار من ينفذ اولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا في غايه الاهميه. ركله ترجيحيه عراقيه. خالد هذا اللي يزعل، كانت جايتنك في ايدك يا خالد. لكن طبعا مثل ما قلت حارس المرمى عليه انه يختار زاويه. الركله الترجيحيه الثانيه لمنتخبنا، وشاهد عمر عبد الرحمن يتقدم. معليش يا خالد، معليش، طبعا حارس المرمى لابد انه يختار زاويه، وبالتالي سعد عبد الامير. عمر عبد الرحمن الان، عمر عبد الرحمن يتقدم لمنتخب الامارات الوطني. ركله ترجيحيه ثانيه، ركله ترجيحيه ثانيه. موجود حارس مرمى جلال حسن في مرمى المنتخب العراقي، وموجود عمر عبد الرحمن في تنفيذ ضربة الجزاء أو الركلة الترجيحية الثانية لمنتخب الإمارات. هذا عمر يملك من الخبرة ويتقدم الآن. ضربة جزاء، ركلة ترجيحية، عمر، جول جول. هدف إماراتي ثاني يذهب لخالد عيسى، وتذهب الإمارات، كل الإمارات. شوف عمر بالكرة بهذه القدم اليسرى، عمر عبد الرحمن وجلال حسن في نفس الزاوية. هذه اللقطة عليكم تجنن، هذه اللقطة عليكم تجنن، وهذه الفرحة إن شاء الله تعالى تدوم وتدوم. وضربة ركلة ترجيحية ثانية للعراق الآن، ثالثة للعراق، ثالثة لهم. همام طارق، كل الطرق تؤدي للأحمر الإماراتي. بعيدة كل البعد، بعيدة كل البعد، ضاعت المنتخب العراقي من همام. وبالتالي شوف ردة الفعل، طبعا ردة الفعل، ردة الفعل خالد عيسى، خالد عيسى. وركلة ترجيحية ثالثة لمنتخب الإمارات. من يكون؟ من يكون؟ هل يكون خميس اسماعيل؟ اي نعم، خميس اسماعيل، خبرة ايضا. خميس اسماعيل، خميس اسماعيل، خميس اسماعيل، منتخب الامارات. خميس اسماعيل يحطها، جول جول. هدف اماراتي ثالث، هدف اماراتي ثالث. هو النهائي يبغينا، النهائي يبغينا، النهائي شارينا، النهائي يبغينا. وبالتالي الاماراتي يتقدم 3-1 3-1 3-1. سجل مبخوت وسجل عمر وسجل خميس اسماعيل. والرابعة، شوف هذه الرابعة لمنتخب العراق. إذا ضيعها لاعب المنتخب العراقي نقول مبروك للإمارات. لكن خالد عيسى في المرمى، وركلة ترجيحية عراقية، وركلة ترجيحية عراقية، وخالد عيسى في المرمى. لاعب المنتخب العراقي الآن أمجد عطوان، أمجد عطوان، أمجد عطوان. خالد عيسى، خالد عيسى، أمجد عطوان، وسجل. وبالتالي قلص الفارق، 3 للإمارات من 3 ركلات ناجحة. والآن الدور على محمد المنهالي.
طبعا العراق هدفين من ركلتين ترجيحيتين من أصل 4، لكن الإماراتي سجل 3 من أصل 3. والآن الدور على ما يبدو على محمد المنهالي. محمد المنهالي منتخب الإمارات. منتخب الإمارات، نعم محمد المنهالي ركلة ترجيحية في غاية الأهمية. محمد يتقدم، يسدد، جول! خلاص الإمارات إلى المباراة النهائية. أبناء زايد إلى المباراة النهائية أمام الأشقاء العمانيين. مبروك لكل إماراتي صغيرا وكبيرا. مبروك الوصول وبلوغ المباراة النهائية بركلات الترجيح. استعصت في الوقت الأصلي واستعصت في الأوقات الإضافية. محمد المنهالي مشاركة أولى في دورات الخليج، تأتي بهدف وركلة ترجيحية، ويصل الإمارات وتصل الإمارات وتبلغ الإمارات إلى المباراة النهائية. وبالتالي نهائي 2007 بين الإمارات وعمان يتكرر الآن في الكويت الشقيقة. مبروك لمنتخب الإمارات، وحظا أوفر لأسود الرافدين. مباراة كبيرة بالفعل للمنتخب العراقي، ولكن ركلات الترجيح اختارت منتخب الإمارات اللي سدد 4 ركلات ترجيحية. علي مبخوت سجل، عمر عبد الرحمن سجل، خميس إسماعيل سجل، والمنضم الجديد اكتشاف دورات الخليج هنا المنهالي سجل. وبالتالي ألف مبروك طبعا دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا وحكومة هذا الفوز وهذا التأهل للمباراة النهائية. نلقاكم على الخير وعلى المحبة وعلى السعادة مع منتخبنا السعيد ومع الوطن السعيد بحول الله تعالى يوم الجمعة القادمة في المباراة النهائية لهذه البطولة، منتخب الإمارات وشقيق العماني. وهذه أجمل تحية، والكلمة الآن تعود إلى زميل أسامة الأميري. مبروك زميل أسامة لكل إماراتي تابع وانتظر هذه الفرحة، وعقبال إن شاء الله تعالى الفرحة الكبيرة يوم الجمعة القادمة. إلى زميل أسامة الأميري.